السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد مع وصفة جديدة. اليوم مع شراب الحامض والزنجبيل، وكما كتشوفوا معايا فالزنجبيل فهو المكون الرئيسي لهذا المشروب اللي غنديروه اليوم. الزنجبيل معروف عليه كيقلل الالتهابات وكيزيد في الطاقة، كيعاونك على فقدان الوزن لأنه كيحسك بالشبع، وأهم حاجة أنه المشروب ديال اليوم كيطهر الجسم من السموم. فبقاو معايا نديرو الوصفة. هنا دوزت الزنجبيل ديالي في الحكاكه، خرج ليا تقريبا مقدار ديال 4 ديال المعالق ديال الزنجبيل. هنا عندي حامضه وحده، نحيد ليها القشور ونقطعوها. هنا غنبدا نطحن الزنجبيل والحامض، غنطحنوهم مزيان في الماء. هنا من بعد ما تطحن ليا الحامض والزنجبيل مزيان، غنزيدوه في قرعه ديال الماء، في لتر ديال الماء. هنا غيكون وجد لينا مشروب ديال الحامض والزنجبيل، غنخليوه ليله كامله، والغد ليه غنصفيوه حيت كيبقى فيه داك الفتات ديال الزنجبيل. شكرا لكم على المشاهده ديالكم، كنتمنى تجربوا الوصفه فهي فعاله جدا، خاصه الناس اللي ما عندهمش المناعه، مع المناعه ديالهم قليله بزاف، فكنصحهم بهذا المشروب. زوين للبشره وزوين حتى للجسم ديالنا، كيساعد بزاف الناس اللي كيبغيو يفقدوا الوزن، يخسروا الوزن ديالهم، يشربوه على الريق، يشربوه هما كيترينيو، علاش لا. شكرا لكم على المشاهده ديالكم وعلى المتابعه ديالكم لهذه القناه. الى اللقاء، دمتم في امان الله وحفظه.